مساء الخير، مساء السعادة، مساء الفرح، مساء كل حاجة حلوة على عيونكم أجمل متابعين. النهاردة بقى جايين بالحلويات والجمال زي ما احنا شايفين. هنعمل في البيت أجمل بوتفور وأسهل بوتفور ممكن تعمليه في حياتك بطريقة ناجحة ومقادير 100% مظبوطة، ودايب دوب وهيعجبكم إن شاء الله، بتزيين سهل وبسيط خالص، والتزيين زي ما انت تحبي او زي ما انا عامله كده. دي حاجه ترجع لك انت في التزيين، بس طريقه البوتفور سهله خالص، ودي انا بعملها على طول، والمقادير دي ضمناها 100%. جربيها ومش هتندمي خالص. بطريقه سهله وبسيطه خالص. يلا بينا نشوف المقادير، بس قبل ما ابدا احب ان انت تشتركي في القناه وتدعموني باللايك والاشتراك وتفعلي زر الجرس، وما تنسوش اللايك من فضلكم. يلا بينا نخش على المقادير بتاعتنا. المقادير زي ما احنا شايفين كده. معايا كيلو من الدقيق. كيلو من الدقيق. اهم حاجة الدقيق متعدد يعني متعدد يعني بتاع الخبيز. زي ما احنا عارفين، اهم حاجة دقيق كوثر، دقيق الضحى، اي دقيق، بس اهم حاجة بتاع المخبوزات. تمام. كيلو دقيق معايا، كيلو دقيق، كوباية من السكر البودرة، كيلو الا ربع من الزبدة، معايا 6 بيضات، 3 كاملين و3 صفار، نص ليمونة، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، 3 اكياس من الفانيليا، او ممكن تحطي فانيليا سايرة. لو انت مش حابة تحطي البيض ده كله، انا اول مقدار ده عملته لاختي، اول مقدار بنفس المقادير دي كلها هيطلع معاكي مظبوط 100%. لكن المقدار التاني بس ما صورتوش، انا حطيت 3 بيضات كاملين بس، نفس المقادير هي بس اختلافا في البيض. تمام. لو حابين تستفهموا اي حاجة او تعرفوا اي حاجة اكتبولي في الكومنتات وانا هرد عليكم. اول حاجة مسكت الزبدة، ودي اهم خطوة لازم تعمليها علشان يبقى دايب معاكي. تمسكي الزبدة تبقى طرية وتضربيها تضربيها بالمضرب او المضرب يدوي عادي، مضرب كهرباء او اليدوي، وتضربيها لحد لما تبقى كريمة، وبعد كده تنزلي بالسكر البودر وتضربيها برضو كويس، وبعد كده تنزلي ب3 بيض كاملين و3 صفار والفانيليا، وتقعدي تضربي فيهم كويس كويس جامد خالص لحد لما البيض يختفي معاكي زي ما احنا شايفين كده. نقعد نضرب كويس خالص لحد لما البيض بتاعي يختفي خالص. او حابه تنزلي ببيضه بيضه، تمام، انزلي ببيضه بيضه لحد لما تختفي وتضربي. بعد كده بنزل بقى بالدقيق بتاعي وبنخله، واهم حاجه زي ما قلت لكم دقيق متعدد الاستخدام، يعني دي بتاع الخبز، دي الكوثر، دي الضحى، دي الفراد، اي دقيق يبقى متعدد الاستخدام. لو حطيتي دقيق عادي ممكن هيفرد معاكي يسيح منك في الفرن، فلا ده مش مستحب. هاتي دقيق بتاع الخبيز كده. زي ما احنا شايفين انا قسمت حطيت نص ابيض ونص بالشوكولاتة، يعني حطيت معلقتين كاكاو على النص التاني. بعد كده هبدأ ان انا اول حاجة اعمل بالقمع. جبت القمع اللي انتوا شفتوه اللي هو اللي فيه سنون كتيرة، وعملت الشكل الاولاني اللي احنا شفناه. بعد كده جبت المكبس وعملت شكل الوردة زي ما احنا شايفين كده قدامنا. اتمنى يا رب الفيديو يبقى واضح وعارفة اشرح لكم كويس ايه استخدام البوتفور، وصدقوني بأمانة ربنا هيطلع معاكم دايب خالص خالص خالص. ده اول صاج طلعناه اللي هو بالقمع، عاوزه اقول لكم حلو خالص، وتحميره من تحت بصوا. انا سويته على 180 درجه حراره، 180، وقبل ما اشكل كنت مولعه الفرن على 180. بعد كده زوقته بالشكل دوت. جبت شوكولاته بيضه وشوكولاته اللي هي الغامقه، سيحتها على بخار ماء، بخار ميه، وحطيت عليها معلقه زيت علشان الشوكولاته تديني اللمعه اللي احنا شايفينها، وحطيت عليها كريز من فوق. بقيت بقى ايه انزل البطفرايه واحط عليها كريز. بصوا قد ايه دايب، بأمانة ربنا دايب خالص خالص، وطعمه في منتهى الروعه.
وكيلو البوتفور لما تعمليه في البيت هيديكي ضعف، يعني هيديكي 2 كيلو بوتفور من الجاهز. بجد بطريقة سهلة وبسيطة هتطلعي اجمل بوتفور، وتزيين سهل وبسيط خالص. وجبت كمان الاشكال النجوم، وعملت بعين الجمل، جبت عين الجمل وطحنتها كده بالهون، وعملت بالعين الجمل وجوز الهند. بتمنى يا رب الفيديو يعجبكم، ما تنسوش بقى تدعموني باللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس، واهم حاجة اللايك.